وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم إيه رسوله. هناك فرق ربت أولادها على حفظ القرآن وعلمتهم أن الرسول قد مات وأنه لا يتوسل به، حتى إذا ذهبت للحج أو العمرة لا داعي لأن تذهب للمدينة. هناك فرق ربت أولادها على ذلك، حفظتهم القرآن ولكن لم تعلمهم أن فيهم رسول الله فكفروا. كفروا الأبناء لما كبروا للأسف وفتنوا. لماذا؟ لأن الذي يعصمك من الكفر كتاب الله وأن تعلم أن فيك رسول الله، هذا هو الذي يعصمك من الكفر صحيح. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله واعلموا أن فيكم رسول الله. فعليك أن تتربى على ذلك وتربي أبنائك على ذلك. كثرة الصلاة والسلام على النبي تحيي القلوب، تكثر من الاستمداد الروحاني للهداية، لأنه هو نبي الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولم يقل هذا الخطاب لأحد غيره، لم يقله لسيدنا جبريل ولا لأي نبي من الأنبياء، لأن كل الأنبياء كانوا يهدون بهديه، والهداية أصلها خرجت منه وظهرت منه، فهي من الله خلقا ومن النبي مظهرا، فهو هادي العباد إلى الصراط المستقيم. ولذا كان نبينا نبي الأنبياء وهو نجم الهداية وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. العلامات هم الأنبياء والنجم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نهتدي في سيرنا في وسط الفتن إلى الله بهذا النجم الثاقب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنت في سيرك في هذه الفتن لابد أن تتعلق تعلق شديد برسول الله، تعرف بعد قدره بعض فضائله حتى تعلم أن فيك رسول الله. فإذا علمت ذلك فأبشر، ولو لم تحفظ من القرآن إلا الفاتحة أبشر كل البشرى. وإذا لم تعلم ذلك فوالله لو حفظ القرآن كله وأتقنه بالقراءات العشر ويقول أن رسول الله مات وجاء وانتهى ولا داعي لزيارته ولا ينتفع به، هو في خطر عظيم. وكم من إنسان على هذا الاعتقاد مات على غير الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم حققنا بحقائق أهل الفرق واسلك بنا مسالك أهل الجزم. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.